أول شيء عندي دجاجة، والدجاجة لازم وايد تنغسل عدل وينشل أي شيء يسوي زفرة في الدجاجة. يعني مثلا العظمة اللي بالفخذ من فوق تشلوها. شايفين هذا المكان اللي يكون شي ظهر الدجاجة، هاي تشلوها. الجناح تشلوه. كل شيء ممكن إنه يسبب زفرة تشلوها وتغسلوها وايد وايد عدل. وهنا الله يسلمكم عندي نص كيلو حب الهريس ناقعتنا من أمس بالليل، قبلها بليلة تنقعوه. حب الهريس شي شكله وهو ناشف نص كيلو. وعندنا طبعا مكعب مرق دجاج للي يبى، وحبة بصلها عشان زفرة الدجاج وشي. وعندي عود قرفة صغيرون وملعقة صغيرة فلفل أسود حب، و5 حبات الهيل وينهم ما أعرف، بس الحين بحطهم. حطيتهم في هذه عشان ما أقعد أدورهم في الجدر، بس أشيلها وخلاص. بس ما تشوفوا حطينا الدجاج، حطينا البصلة، حطينا البهارات، والحين راح نحط حب الهريس فوقه. شايفين بدأ يغلى الماء، يلا نقصر تحته. وهاي الأشياء البيضة كل شوي تشلوها وتقلبوا، طبعا كل شوي قلبوا. إنزين هل نغطيه؟ نعم لازم تتموا مغطينه كل شوي، تشيلوا الغطا تحركوا وترجعوها. شايفين ما شاء الله كيف بدأ يثقل. يلا الحين وين البهارات؟ تعالي. أيوة حصلتك. البصلة يا تخلوها يا تشلوها، هالشي راجع لكم، بالنهاية هي راح تذوب أساسا. شايفين ما شاء الله بدأ الدجاج يفصل عن العظم، شايفين كيف؟ الحين راح أشله، أصلا روحه يفصل ها بدون ما أشله ولا تعب نفسي. طبعا أنا أفضل الدجاج مع عظمة عشان النكهة تكون النكهة معززة أكثر. هل ممكن نستخدم صدور دجاج؟ هي ممكن، بس مع عظمة يطلع أحلى. زين الحين وقت الضرب كيف بنات؟ طبعا كل شوي تحركوه وتعطوه ضربتين. شايفين ظهر القفشة في الجدر ها. لا تتخيلوا ان الموضوع صعب، ترى الموضوع وايد سهل وايد سهل، خاصة ان ناقعين الهريس، حب الهريس قبلها بليلة فوايد يكون لين. وبهاي المرحلة بعد راح احط مرق الدجاج، وهالشي اختياري، ممكن ما تحطوه عادي جدا. طبعا حاليا شكله مثالي، بس هذا يعتبر ثقيل لأن بعدنا ما خلصنا، راح نزيد ماي. في هذه المرحلة اللي تعتبر النهائية نحتاج إلى التحريك المستمر أو الضرب المستمر. ما شاء الله شوفوا القوام، يا سلام. يلا طبعا الملح أنا راح أكتب لكم كم أنا حطيت ملح، بس يمكن حد ما يناسبه، يبقى أقل يبقى أكثر. الحين السمن، بسم الله كتروا، ولازم السمن نوعه يكون زين. ونخلط ما شاء الله حالات الهريس بالسمن. طبعا بنات أنا مستخدمة هنا سمن البلاد، ويبوا نوع يكون زين. شي خلاص ما شاء الله هريسنا صار جاهز. لا تخلوه وايد ثقيل لأنه راح يثقل شوية لما يبرد. تمام شي الله يسلمكم، هريسنا صار جاهز. شايفين محلاه؟ هذه الكمية اللي سويتها ما شاء الله، مع انه يعني بس دجاجة واحدة، بس ترى تسوي وايد. يعني تسوي لكم الصحون الوسط تقريبا 5 صحون وسط، فكمية حلوة تاكلوا انتو وجيرانكم وبس والله، ودمتم سالمين.